بنتي تهلكات، بنتي طلع لها اكثر من ديك حنان اللي في السلاق اللي ضربها ولد المراكشيه، اكثر منها بنت حنان. بنتي حنان كضربها بالمطرقه والبيران، قبل المصران بالبيران، المطرقه والبيران من اللور. عرفتي بنتي ما نقولش لك، مارس لها النيف، مارس لها هاد الجخ ديال العين، مارس لها فقس لها العين، وبنتي فرق عليها النبوله، وبنتي هرس لها السنان، وبنتي ملي كيضربها وكيتفتح اللحم كيخشي يذوق اللحم الحي كيجبدو ويقيس. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. قصه ديال اليوم قصه مغربيه واللي فيها بزاف ديال الاحداث اللي صراحه غادي تصدمكم. وغنبداو القصه من عند فاطمه من مواليد سنه 1965 من 3 سيدي بن نور، من واحد الاسره على قد الحال. غتزوج فاطمه وغتولد جوج ديال الوليدات، بنت وولد، وغادي يوقع عليها مشاكل مع الزوج ديالها وما غاديش يكملوا وغادي يطلقوا. هنا فاطمه بحال اي ام مغربيه غادي تهز المسؤوليه ديال وليداتها وغتنوض تخدم عليهم. مهم غادي تربيهم بوحدها، غادي تقاتل على وليداتها باش تكبرهم، وعائلتها حتى هما معاونينها انهم شادينهم ليها مني كانت كتخرج تخدم عليهم. غادي تبقى على هاد الحال حتى البنت ديالها حنان واللي هي المحور الاساسي ديال هاد القضيه غتوصل للسن 18 سنه. في هاد الوقت فاطمه غتمشي للدار البيضاء باش تخدم تما، وغادي تلقى خدمه اللي شافت انها فيها واحد المدخول اللي كبير على اللي فين كانت في سيدي بن نور. غادي تقلب على شي دار اللي تكريها باش تقدر تجيب معاها وليداتها، لانه صافي البنت كبرات وتقدر تقابل الدار وهي تمشي تخدم. غادي تبقى تقلب في الدار البيضاء، ولكن غيجيها الكرا غالي، وغادي تمشي لواحد المنطقه اللي الاسم ديالها بوسكوره. تما غتلقى دار على قدها وغادي تكريها، وغتجيب معاها وليداتها وغتبدا خدامه والامور عندها غاديه مزيان. البنت في الدار وهي خدامه كتجيب لهم داكشي اللي قسم الله. مهم عايشين بخير وعلى خير حتى غادي تقلب حياتهم ملي غيدخل واحد الشخص معاهم في حياتهم صحه. هاد الشخص اللي معروف تما بالاسم ولد عمر كيسكن حداهم، وكان دائما كيتعرض لحنان بنتها وكيقول لهم انا بغيت نتزوج بيها. فكيبقى مراقبها وتابعها فيما مشات. الام هنا ما عجبهاش الحال، خصوصا مني عرفاتو انه انسان ماشي مزيان ومنحرف وكيتعاطى المخدرات ودائما في الحبس وكيتعرض على الناس وكيحقر عليهم. يعني ما صالحش لبنتها، ما بغاتوش وما بغاش تعطيه بنتها. هنا داك الشخص بدا كيهدد فيهم وكيتعرض لفاطمه وكيقول لها الا ما زوجتينيش بنتك غادي نحرقها وغنخليها لك عيبه، وانه انا اللي غادي ناخدها بغيتي ولا كرهتي. الام بدات كتفكر انها تخوي ديك البلاصه، ولكن ظروفها كانت صعيبه وانها بزز باش لقات خدمه ولقات دار على قد فلوسها. الامور غادي تبقى على هذا الحال حتى لواحد النهار غادي تجي عندها واحد الصديقه ديالها وغتقول لها بغيت بنتك حنان نزوجها للاخ ديالي. هنا فاطمه فرحات وما قداتها فرحه وقالت الحمد لله انه غادي نتهنى وغنزوج بنتي اللي يستاهلها ونبعدها من هذا الحي ونرتاح من هذاك السيد اللي لاصقها. وافقات وبدات كتوجد في الخطبه ديال بنتها، شرات لها كاع داكشي اللي خاصها. حتى النهار ديال الخطبه هنا فاطمه غتكتشف انه بنتها غابره وما لقات لها حتى شي اثار. فاطمه تخلعات وخرجت كتقلب على بنتها وما خلات فين قلبات، والبنت باقا صغيره وما عارفه فين تمشي. هنا غادي يطيح ليها في راسها هذاك السيد اللي كان دائما كيهددها، وخافت على بنتها وغادي تشك فيه وغادي تمشي للجندارم باش تعلمهم على اختفاء ديال البنت ديالها، وغتقول لهم انا شاكه فلان لانه هو الوحيد اللي كان دائما كيهددني وانه هو اللي خطف ليا بنتي. وهنا الجندارم غادي يمشيو معاها، وبالفعل غادي يلقاو حنان معاه في الدار واللي دوزت معاه تقريبا مده 24 ساعه، وغادي يهزوهم بجوج وغيديوهم يحقوا معاهم. وغتبقى الام تقول انه هو اللي خطف ليا بنتي. هنا حنان غادي تدخل وغتقول لهم انه هو ما كانش خاطفني وانها كتبغيه، وانه مني عرفت ان الام ديالها بغات تزوجها بزاف منها هربت معاه باش يضغطوا عليها تقبل تزوجهم.
وداكشي اللي بغاو هو اللي غادي يكون. فاطمه مسكينه لقات راسها تحطت في الامر الواقع وما عندها ما دير، وانها خاصها توافق لانه بنتها هي اللي مشات معاه وجلست معاه مده في الدار. هنا فاطمه غدير ليهم النهار وغادي يتكاتبوا وغتمشي معاه لدارها وغادي تعيش معاه. الام مسكينه شدت في راسها وقالت ما عندي ما ندير، واخا انه هو انسان منحرف يقدر الى تزوج يتبدل ويتهلا ليا في بنتي. هنا فاطمه غتجيها خدمه في السعوديه، جاتها خدمه عند واحد الناس اللي غادي يتهلاو فيها. غادي توافق على الخدمه وتقول صافي. البنت زوجات واستقرت مع راجلها وبقى لها غير الولد. هاد الولد كان مسكين مريض بزاف وكان عنده مشاكل في الكلاوي وكانوا عنده بزاف ديال المصاريف، فقالت نسافر باش نحسن من الوضع ديالي. غتسافر فاطمه وغيعجبها الحال تما وغادي يكون كل شيء، ولكن الامور بالنسبه لحنان ما غاديش تكون مزيانه، لانه غير تزوجات عرفت انه هذاك الانسان اللي خدات ما صالحش ليها، انسان اللي عنيف وعصبي وكيضربها. ولكن مسكينه هي كانت معاه غير حيت كانت كتخاف منه، ورغم هاد العذاب اللي عايشه معاه فيه غادي تولد معاه 3 ديال الوليدات. وانه هاد الانسان كان حياته كامله داخل خارج من الحبس، وكان قليل فين كان كيخدم، وكانوا دائما في المشاكل حيت ما كانش كيصرف عليهم، واللي كان كيحن فيها وكيصرف عليها هي الام ديالها فاطمه، وحتى الاخ ديالها واخا كان مريض كان كيخدم وكيعاونها. ورغم هادشي كامل اللي كانوا كيديروا ليه مع مراته وولادو فكان ما كيحترمهمش وكيبقى يعاير فيهم، لدرجه واحد النهار الاخ ديالها تناقش معاه واخا انه مسكين مريض وكان كيتعالج بالكلاوي، فما رحموش وضربوه وخسر ليه وجهه. رغم هاد المشاكل كامله حنان كانت صابره عليه، غادي تبقى على هاد الحال حتى لواحد النهار اللي غادي تشد فيه. غادي تقرر حنان انه هاد الشده هي الاخيره ليه وتحاول تعاونو يقلب على شي خدمه ويحسن من راسو ويبدلو السكنه اللي كاينين فيها لبلاصه اخرى. غتعيط على الاب ديالها وغتقول ليه باش يشوف ليها شي خدمه لراجلها، وغادي يوافق الاب ديالها وغادي يلقى ليه خدمه في اكادير. غادي يمشي تما مسكينه حنان غادي تفرح وغادي تقول واخيرا غادي يخدم ويستقر منخوي من المنطقه ديال بوسكوره باش يشد طريقه ويبعد من المشاكل. ولكن ما غاديش يكمل شهر غادي يخول الفلوس للاب ديالها وغادي يرجع لبوسكو، وما غاديش يدير بوجهها وما غاديش يعقل عليها لا هي لا الاب ديالها. هنا الاب ما قدر يدير ليه والو لانه دار بوجه بنته ووليداتها وسكت، ولكن هادشي كان كيخليه عد ما زايد فيه، وخصوصا من الاخ ديالها كان مسكين مات. كانت مسكينه بقات معاه غير بوحدها، هادشي اللي خلاه زاد حقرها وطغى عليها. ولكن واخا هكاك حنان كانت صابره معاه على قبل وليداتها وكتقول دابا يجي شي نهار ويتبدل. واحد النهار غادي تقول ليه راه عجباتني واحد البراكه وبغيتها، شنو بان لك نمشيو عند الام ديالي نتسلفوا من عندها شويه الفلوس وانت خدم وبقى تعطيها بشويه بشويه. وداكشي اللي غادي يوقع، غادي يمشيو عند فاطمه وغيطلبوا منها تعطيهم الفلوس المبلغ ديال 4 مليون ونص. مني غادي تعرفهم انهم باغيين يشريو فين يستقروا، ما غاديش تردها لهم في وجههم وغادي تعطيهم الفلوس، وغادي ياخدوا ديك البراكه وغيسكنوا فيها، وغادي تبقى فاطمه كتستنى فيه يرجع ليها فلوسها. ولكن هو كاع ما مسوق ليها، عايش حياته ودائما في المشاكل وكيحقر على الناس تما، وكان معروف على انه انسان معدي والناس كانوا كيخافوا منه. حتى لواحد النهار غادي يسخن عليه راسو وغيقول لحنان بغيت نبيع البراكه، وغادي تنوض ليه الا بغيتي هاد البراكه تبيعها راه خاصك ترجع الام ديالي فلوسها لانه هي اللي عطاتك باش شريتيها، يعني خاصك ترجع ليها رزقها. وهنا ما غاديش يعجبو الحال وغادي يحقد على حنان وغادي يشد معاها الضد وغيولي يضربها اكثر من الاول، لدرجه انه واحد المره غادي يشدها وغيزرق ليها الحما كامل. طاريه مشات دعاتو عند جدرميه خلى لها كل الحما كحل بالعصا بحال ديك الشربيل، كحل بحال الفاخره جنابه كلهم. امي كانت حاضره حيت امي كتقابلها بنهار حيت عندها مع حال واحد باللي كتجي عند اختي تبات، وبنهار كتمشي عند الطيب لها امي حيت هي نافسه ضرب على النفاس. ناض داتو عند الجدرميه قال لها اش غديري اش نديروا ليه،
صيفطوه. قالت لهم الله يرحم والديكم اشدوها تمشي عند خوالي لسيدي بنور وطلقوه. انا ما بغيت حبسه. امي مسكينه قالت لك انا ما بغيت حبسه. امي هربت شدت الطاكسي كورسه وهربت صرفت لهم الفلوس من السعوديه وهربت. هنا حنان غادي تهرب وغادي تمشي عند عائلة الأم ديالها اللي كاينين في سيدي بنور، وغادي تجلس يومين، وفي هاد يومين غادي يجي لعندها ويرجعها البسكورة بزز منها. ولكن واخا رجعت معاه بقى هو حاقد عليها، حتى لواحد النهار غادي يتخاصم مع جيرانو وغيضرب الجار ديالو بالجنويه الوجه وغيخسروا ليه، وغادي يمشيو يديروا بيه شكايه وغادي يشدوه. حنان غادي يبقى فيها تاني وما غاديش تبغيه يمشي للحبس، غادي تمشي عند جيرانها اللي معاهم المشاكل وغتبقى تطلب فيهم باش يديروا ليه التنازل، وغادي تتفق معاهم على واحد المبلغ ديال الفلوس باش يديروا ليه التنازل ويخرج. هنا تاني غادي تمشي عند الام ديالها وغتطلب منها باش تصيفط ليها الفلوس، وغادي تصيفط ليها 2500 درهم. من بعد ما الناس غادي يثيقوا بحنان وغادي يديروا ليه التنازل وغادي يخرج، وغير خرج الغد ليه مني غادي يوصلوا الفلوس لحنان من عند الام ديالها باش تعطيهم الناس اللي داروا ليه التنازل. هو من اللي غادي يعرف الفلوس وصلوها غيقول ليها خاصك تعطيهم ليا، وغتقول ليه لا ما يمكنش، انا درت مع الناس باش نعطيهم ليهم، راه بهاد الفلوس باش داروا لك التنازل. وغادي تنوض بيناتهم مشاكل وغادي يبقى يقول ليها لا خاصك تعطيهم ليا وما غاديش تبغي. وهنا قرر انه ينتقم منها. فهداك النهار غادي يمشي هو وهي عند الدار ديال عمو وغيقول ليها خلي معاهم الوليدات ويلا نمشيو للدار بوحدنا. وغير كيدخلوا للدار كيتحول لواحد الوحش وغادي يتعدى عليها وغيعذبها مسكينه، ما غاديش يرحمها، غيبقى يضرب فيها ويبقى يعذب فيها ليله كامله حتى عليا نحيك انت لا ناويه تفرقي عليا نحيك. دابا كاين راه ما مقرقب ما والو اختي، راه مشاش هلك بنتي هلك من 3 الليل والناس كيسمعوا الغوت. تا واحد معتقه، تا واحد معتقه ما علموش الجدرميه ما والو، الجدرميه ما فروسوش، ما علموش الجدرميه ما هي هاد بنتك ما قدرت لا تهرب لا تعيط في التليفون. هرس لها يديها وجليها، هرس لها يديها وجليها وسد عليها. مشى طبيب قالوا مشى يصلي الله اعلم الرجال وحط واحد. شكون هو مشى يصلي الفجر؟ هو قال لي هو هذا المجرم. اييه حيت كان يصلي. قال لهم غدا قال لي واحد حضيها ليا وساد هو بالقفل. كتقول لي ها العرف فلان لا ما عتقني غنهرب، حل عليا نهرب. قال لها بغيتي تجي قتلني انا في بلاصتك. لا خلاني حاضي نبقى حاضي. بنتي طلع اكثر من ديك حنان اللي في السلاق اللي ضربها ولد المراكشيه، كثار منها بنت حنان. بنتي حنان كضربها بالمطرقه والبيران. بنتي حنان الحديده اللي باش فرق عليها النصران، وبنتي فرق عليها النبوله، وبنتي هرس لها السنان، وبنتي ملي كيضربها وكيتفتح اللحم كيخشي يذوق اللحم الحي كيجبدو ويقيس ويجبد ديك الشحمه كتصفرا ويقيس. واش هذا طبيعي؟ طبيعي كيتقرقب عاده، كيتعاطى المخدرات كيتقرقب، ولكن هذيك الليله ما مقرقب ما والو. لا هو اصلا واش كيتقرقب؟ هو كيتقرقب، كيتعاطى المخدرات، كيتعاطى المخدرات للشراب، ولكن هذيك الليله ما كانش مقرقب. كان ساحي الدريه وداها شرا لها دالون ودخل الدراري عند دار عمو ناعسين. يعني واعي شنو كيدير؟ واعي اش كيدير. وعلاش دابا ما جاب الدراري مع المراه ملي بغى يجيبها؟ اخر مره دويتي مع بنتك امتى؟ انا هذاك النهار دويتي معاها اللي طرات؟ ما دويت معاها نهار اللي فاش ضربت عيطت عليها قلت لها حنا بنتي كي دايره؟ قالت لي لاباس ماما. قلت لها دابا كلشي تعوض، لحمك يجبر وعظمك غادي يجبر. مشاو داو للسبيطار. بقات كتهضر عندك هذيك النهار بقات كتهضر نهار الاربعاء، الخميس هبطوها العمليه. واش سقتوا لها الخبار؟ شكون اللي ساق لها الخبار؟ انا بنت عمو اللي خدامه في الحمام ناديه. قالت لي جري بنتك راه كيقتل فيها راجلها، راه بقات تقوت نهار الاربعاء. صافات الفوت؟ لا نهار الاربعاء باقي صافات الفوت، يعني تضربها وكرفصها مع الصباح. انا في السعوديه ديك الساعه 8 الصباح هما راه باقيين عندهم. هاد بنت عمو ملي سمعت هادشي علاش ما مشاتش عند الجدرميه؟ ضارب لها ختها محلف عليها كيخافوا. عذبها هي حيه وكتموت شويه بشويه. كون عذبها مره وحده ما يبقاش فيا الحال. كون عذبها مره وحده من الودن حتى الودن وما تعذبش بنتي بحكاك. شنو قال لك وليداتها؟ المهم قلت لي العام، قلت لي غادا نديكم عند باكم، راه امكم ام تباكم راه بغات ديكم عند باكم في الحبس تشوفوا. قال لها جيب لي ولادي جداتهم.
قال لي ما نمشيوش عنده مجرم. قلت لي شحال بغيتو يخرج ولا اش بغيتو لي؟ الدري ريال قال لي بغيت لي الاعدام. عيطت عليا بنت عمو وانا في السعوديه باقي على الصباح يلا كندير بحال لي الفطور ديالي. قالت لي شوفي يا فاطمه بنتك راه اللي كامل وهي كتغوت وهي كتبكي وهي كتغوت وهي كتبكي تما الناس سمعنا لها الحس. عتقوني قالت لي الناس غادي للجامع ودازوا من حداه وسمعوا الغوت وكل شي جيران سمعوا الغوت. قالت لي ولكن ما كاينش اللي يقدر يدخل عنده كيخافوا منه. غنقول لك راه ضارب شحال من واحد اللي عيطوا عليا. عيط هنا كنقول انا مزوقه في كندا علمي الجدرميه عيعتقوها واخا لقاوها شي مضروبه شي ضربه خايبه يمشيو يديوها للسبيطار يعتقوها. قالت لي اش نقول لك حنا راه داروا لي اختي العينه وقال على التليفون ما نقدرش انا ندير شي حاجه. انا لاخويا عيط على خويا كيما حل التليفون قلت لي ميلود قال لي نعم. قلت لي عيطت يا ربي على ميلود ما جاوبنيش. عيط على عبد الرزاق قلت له عبد الرزاق قال لي نعم. قلت له قول ميلود بنتي راه ماتت الله يرحمها. قال لي شنو كتقولي؟ قلت له راه بقى يقتل فيها حتى الصباح قطعت الحس وبقى تما كنيبان قدام الباب. دخل خوه قال لي شوفي اسكت وخرج. دخلت المراه قال لها شوفي وسكتي ما تقوليش حتى شي حاجه. بعد ما سمعتوا التفاصيل ديال ديك الليله على لسان الام ديالها صراحه هادشي اللي وقع لحنان صعيب بزاف وكيضر في القلب، ومن عند واحد الزوج اللي خاصو يكون هو الرحيم معاها ويحميها ماشي يتعدى عليها ويعذبها ويقتلها ويتم وليداتهم اللي هما صغار. المهم من بعد ما جاو الدرك الملكي لقاو حنان مسكينه في ديك الحاله كلها اللي جابت ليها فيها كرشها. غادي يديوها للسبيطار وغيكون المجرم في ديك الوقيته هارب، ولكن من بعد غادي يلقاو وغيشدوه وغيعترف بداكشي كامل اللي دار ليها وغادي يتحكم عليه بالمؤبد. الله يرحم حنان والله ياخذ الحق في هذا المجرم اللي دار ليه هذه الحاله ويتم وليداته اللي ما عندهم حتى شي ذنب، ويصبر ميمتها ويعاونها الله على تربيه وليداتها اللي خلاتهم ليها صغيورين. وهنا كتكون سالات القضيه ديال اليوم. ولا كان كيعجبكم بحال هذا المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم في قضيه جديده.